ازيكم يا ذكاء عاملين؟ انتوا وحشتوني جدا جدا. في بداية الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد. طبعا بقى يا ذكاء عارفة ان انا اتأخرت عليكم في الفيديوهات، بس معلش عشان المدارس والدروس. وطبعا بقى يا ذكاء انا جيت النهاردة اعمل لكم روتين يومي. وايه رايكم بقى يا ذكاء في الطقم بتاعي؟ ده شكله يونيفورم المدرسة اهو. وأوريكم بقى يا أصدقائي اللانش بوكس بتاعي. بصوا بقى يا أصدقائي، ماما كانت عاملة لنا كيك امبارح، وحطيت بلح وحطيت سفندي. الطبقة اللي تحت بقى حاطة سندوتشات نوتيلا وجبنة رومي. فيها بقى ودي الزمزمية بقى يا أصدقائي. بصوا بقى يا أصدقائي، هما طالبين مننا في المدرسة مطوية كده، زي مجلة. بصوا ده شكلها اهو، وده شكلها من ورا اهو. يا رب تكون عجبتكم يا أصدقائي. وعلى فكرة أنا زعلانة منكم عشان انتوا بتسألوش عليا. بس بقى يا أصدقائي أنا هعمل لكم فيديوهات بقى، بس أنا كنت مضغوطة علشان الدروس والمدارس وكده. وطبعا هعمل لكم روتين يوم النهار، وهجيلكم بقى بعد ما اجي من المدرسة. باي. وطبعا بقى يا أصدقائي أنا رجعت من المدرسة ورحت الدرس. وطبعا بقى يا أصدقائي أنا رجعت كنت بصوا تعبانة قوي وهلكانة، والدروس بصوا أنا هبط. طبعا كل واحد بيشتكي من المدرسة. بصوا بقى يا أصدقائي، انا زعلانه منكم او عشان انتوا ما بتسالوش عليا، بس مهما كانت الضغوطات اللي عليا طبعا لازم انتوا عشان توحشتوني فلازم اصور لكم. طبعا بقى ذكرى انا روحت لقيت ماما عامله لي غدا انا بحبها قوي. ماما عامله لي كشري مصر النهارده بقى يا اصدقائي، وهجيب الغدا وناكل مع بعض. وطبعا بقى ذكرى انا جبت الغدا، وده شكله، ده بقى شكل الكشري، ده شكل الصلصه ديت مولعه. وطبعا معانا ميه. بصوا بقى يا أصدقائي، اللي عايز طريقه الكشري اكتبوا لي في الكومنتات وانا اخلي ماما تعملها لكم. ويلا بينا بقى نشوف عمايل ايد ماما. يلا بينا. ولازم نسمي الله يا اصدقائي. بسم الله. بصوا يا اصدقائي طعمه خطير، واحلى حاجه فيه اللي الصلصه بتاعته مولعه. واللي عايز طريقته يكتب لي في الكومنتات. عارفين اذا كان في سنه كام؟ انا في سنه رابعه ابتدائي، وبقى عندي علوم وبقى عندي دراسات. بس طبعا مش دوت اللي انا بصور لكم ان انا ما ذاكرش، لا طبعا لازم نجتهد ونذاكر. وطبعا بقى يا اصدقائي بدأنا بقى امتحانات الشهور، وكلنا اكيد تعبانين من الامتحانات. وانا طبعا يا اصدقائي امتحنت، وطول الاسبوع بقى هيبقى امتحانات، وغير بقى نص السنه. وطبعا بقى يا اصدقائي اي حد عنده كومنت حلو يكتبولي في الكومنتات عشان تشجعوني واعرف اجتهد واذاكر. وكلكم طبعا بقى يا اصدقائي تذاكروا ولازم تجتهدوا برضه. فاكرين القصه اللي انا كنت عاملاها لكم بتاعه النجاح، ازاي توصلوا للنجاح؟ اعملوا زيها وانتوا هتنجحوا. وطبعا بقى يا اصدقائي هخلص اكل بقى يا اصدقائي، هرجع لكم واوريكم الفاكهه بقى اللي انا باكلها. ومين بقى يا اصدقائي شتى زيي؟ بصوا احنا بقينا متلجين. ومين بقى يا اصدقائي بيحب اجواء الشتاء زي انا؟ بموت في اجواء الشتاء. بس طبعا يا اصدقائي الصيف احلى بكتير، بس انا بحب اجواء الشتاء بس عشان المطر وكده. وهاكل بقى وارجع لكم. وطبعا بقى اذا كان خلصت اكل، وطبعا بقى اذا كان جيت بقى اوريكم الفاكهه اللي انا باكلها. البرتقال دوت يا اصدقاء احلى حاجه انا بحبها في الشتاء، مضاد حيوي وبيعالج المثانه. وبصي يا اصدقاء احلى حاجه عندنا فاكهه كتير، وبيعالج البرد كمان. عندنا فاكهه كتير بس انا ما باكلش غير البرتقال. مين اللي عجبه بقى يا اصدقاء اليونيفورم بتاعي الصبح واللي عجبه يكتب لي تحت في الكومنتات. وطبعا بقى يا اصدقاء انا بحفظ قرآن. مين بقى يا اصدقاء بيحفظ ازاي قرآن؟ ومش لازم بقى يا اصدقاء عشان المدرسة بتضغطنا والدروس وكده اللي احنا ما نحفظش قرآن، لا في وقت مناسب، مثلا يوم الجمعة محدش بياخد فيه دروس روحوا احفظوا فيه. واليوم بقى يا اصدقاء اللي هيبقى عندي اجازة فيه طبعا هعمل لكم طريقة السلايد. ولو عايزين روتينات من دي تاني اكتبولي في الكومنتات.
وباي.